في التسعينات فلاح امريكي اسمه ويلبر لاحظ ان الابقار في مزرعته بتموت بشكل غريب، اورام وتصرفات غير طبيعيه وجلد متاكل. المزرعه كانت جنب مصنع تابع لشركه دو بونت. بدا يشك ان الميه اللي الابقار بتشربها ملوثه. اشتكى وقالوا له كل حاجه تمام، لكن هو ما استسلمش. صور فيديوهات وجاب عينات من الميه وحاول يوصل لاي حد ممكن يسمعه. ويلبر راح لمحامي اسمه روب بيلوت، شغال في مكتب كبير بيدافع اصلا عن شركات الكيماويات. لكن روب كان اتربى في نفس المنطقه اللي فيها المزرعه وكان قلبه لسه متعلق باهلها. اول ما شاف الفيديوهات وشاف ابقار بتتصرف بجنون وبتنهار ومليانه اورام، اتحرك فيه الضمير. قرر يمشي عكس التيار ويرفع قضيه على واحده من اكبر شركات امريكا. طلب من دو بونت تسلمه كل المستندات الداخلية، وبعد مماطلة المحكمة أجبرتهم. آلاف الصفحات من المستندات القديمة فيها كوارث. الشركة عارفة من التمانينات إن سي 8 بتسبب سرطان وتشوهات ومشاكل في الكبد، وعارفة إنها بتدخل الجسم ومش بتطلع، وعارفة إنها بتتسرب من المصنع للمية اللي الناس بتشربها، بس سكتوا وكملوا إنتاج. روب موقفش